مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو الأخبار؟ واليوم بدي صور لكم يومياتي. اليوم أحد، بدي صور لكم شو بدي ساوي. بالأول صبايا أنا مندوبة بشركة دكتور كلينيك، وكمان عندي بيع ألبسة. موجود عندي شحن على جميع محافظات تركيا. إذا حابين توصوا شي اكتبولي بالتعليقات، أنا بضيفكن عندي على الجروب الواتساب، وشو ما عجبكن بتبعتولي إياه. أنا مندوبة صار لي 3 سنين مندوبة الألبسة ومنتجات طبية. عندي واقي شمسي من نوع، أفضل نوع واقي شمسي بتركيا كلياته عن جد. اللي استخدمه وعجبه رجعوا وصوني إياه. وهيك مثل ما عم تشوفوا طلباتي أنا شو ببيع. أول ما في بشوف مين باعتلي برد عليهن. كل مين حدا باعتلي بشوف شو لازمه وشو باعتلي، بثبت لهم طلباتهم لكل مين حدا باعتلي. وبعدين هلا هون عم صور لكم. الله يساعد عن جد كل ام عندها اولاد صغار لساتهم بالعمر 2 و3 سنين. عن جد بيعذبوا الواحد وبيتعبوا الواحد. بتلم البيت بيرجعوا بيكركبوا وبيوسخوا. ايه والله، شو بدنا نساوي؟ ايه وهلا هون انا عم ورجيكم زريعاتي. اللي حابه صور لها فيديو كيف بهتم بالزراعات تكتب لي بالتعليقات، صور لكم شو ما بدكم، يعني شو بتحتاجوا اكتبوا لي بالتعليقات وانا بصور لكم. هدول الزراعات صار لهم عندي تقريبا 4 سنين. الحمد لله، يعني بينمو بشكل سريع وشكل ممتاز جدا جدا. عن جد كل زرعة احلى من التانية. شوفوا عندي هاي الكمشوكة يلي بيعرفها رح تصل للسقف. وهي القلب عبد الوهاب هديك السنة زرعتها ما شاء الله، صايرة فوق 2 متر، يعني خلال سنة صارت طولها فوق 2 متر، يعني عن جد ممتازة. وهي كف الدب صار لها عندي تقريبا 4 سنين وشوي كمان، ما يعني أكتر من 4 سنين. الحمد لله، يعني شغالة ممتازة. طبعا أنا حطيتها هون بالبلكون على الإضاءة، يعني بتجيها إضاءة منيحة وزريعة بتعطيكي نتائج منيحة. وهون أنا عندي كان نعنع حطيته بالصينية وبالهواء يبس، يعني بصير عندكم نعناع يابس. وعندي هي اللي شوف النيرة كمان، زريعة الصالون هي كأنه بيقولوا له يلي بيعرفها صح. شو ما تحتاجوا عن الزرع انتو بس اكتبولي بالتعليقات وانا برد عليكم ان شاء الله. شوفوا هدول كمان ورق الليمون اللي بيعرف صبايا. شوفوا هدول الأكياس أنا كنت عيفهم هيك، يعني ما طبقن ولا ساويلن شي. شفت عم بيصير المكان كله مكركب. لا هيك لما صرت أربطن صار ما يصير المكان مكركب. وبحطن هيك بالكيس. أنا شفت عند وحدة على التيك توك عن جد تعليقات اللي معلقين لياهن ليش وشو هالعذاب وما بده هالشي كله. لا والله أنا كمان هيك فكرت، بس لما جيت طويتن وسويتن مثل ما هي عاملتن عن جد يعني بيصير المطبخ مرتب ما بيصير مكركب. وهون صبايا هلا هون البراد عن جد، يعني صار لي فترة مالي مسحته وغسلته، وحبيت صور لكم شو بدي اعمل، يعني تشوفوا النتيجة بالقبل وترجعوا تشوفوها اخر الشي. هلا هون هيك انا عم صور لكم البراد. كنت انا هون حابة هلا علق لكم التليفون مشان تشوفوا كيف يعني طلع الغراض من البراد. مثل ما بشوف هدول اهل الصين وهيك لما بيصوروا يومياتهم والفيديو بيعلقوا التليفون. ما عرفت كيف، يلي بتعرف تخبرني بالتعليقات. وهي كمان عندي اللي هيها للبراد بينحطوا فيها الفطور. شوفوا إلها يعني مثل الصحون الصغار مشان الفطور. هي نحن ما استخدمناها للفطور، يعني للنايلة وما حبيت نطول، قلت بعمل فيها شي شغلة. هلا بالاخير بتشوفوا شو بدي اعمل. وهي عندي بعلق التليفون فيها وين ما بدي، مكان اللي بدي يصور فيه. حاولت قديش علقها هيك شوفوا بالبراد، ما زبطت معي. قام شلتها انا، قلت يلا خليني نظف البراد وخلص بعدين بورجيكم اياه. وهون صبايا بعد ما مسحته البراد وغسلته على السوا منيح منيح، عن جد طلع بجنن صار جديد البراد. عن جد شي ولا اروع من هيك. شوفوا عم صور لكم انا بعد ما اخلص، حبيت انا وعم امسحها وهيك علق لكم التليفون مشان تشوفوا
والله يعني حبيت مثل هدول أهل الصين كيف بيصوروا مثلا هن يخلصوا كل شغلهم، بس والله ما صار معي إني أعمل هيك. شوفوا هاي صبايا الفخارة، الصحن أخدتها من البيم اللي ما بتعرف، كان بقلبها لبن، باعوها ب100 ليرة، فيها كيلو لبن. عن جد عجبتني كتير، عجبتني. تعرفوا لشو؟ إذا واحد سوى فول حط فيها الفول، عن جد تطلع غير شكل. إذا نزل بالعرض مرة تانية بدي اشتري منه وصور لكم إنه نازل عرض مشان تروحوا إذا حابين تشتروا. وهيك صبايا صفيت الخضرة وضبيت البراد، يعني صار غير شكل. عم ورجيكم يعني سويت فيه تغيرات، شغلات بسيطة يعني. ايه صبايا، وهلا بدي ورجيكم شو بدي اطبخ. بدي اطبخ فروج بالمشوي يعني بالفرن، عن جد بيطلع كتير 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 طيب، واطيب من المحلات. والله اشتريناها من المحل ما في حبة، يعني بتحسوها كلها عظام، عن جد كأنه كلها عظام، عن جد شي ناهي. شوفوا صبايا، اذا بدكن الفروج يطلع طيب طيب وما له ريح الزنخة، بيطلع بشهي. والله انا مجربتها من سنين يعني. بحط لها ليمون وبحط لها خل، هلا بتشوفوا كيف بدي، وبنقع شوي يعني بغسله. شوفوا هذا الجلد الابيض، جلد الاصفر كلياته بينشال، عن جد تطلع بتجنن والله. يلا بتشوفوا النتيجة، شوفوا الفيديو للأخير وشوفوا نتيجة الفروش كيف رح يطلع. بضيف لها كمان شي تقريبا كاسة شاي خل أو نص كاسة بيصير كمان. شوفوا ضفت لها شوية خل ومعلقة ملح وليمونة يعني هيك قسمتها وعصرتها كلياتها وفركتها بالفروجة. ما بيضل لها ريح الزنخ وبتشهي يعني. عن جد كل مين ما حدا اكل فروج ما بيحب ياكل الفروج من ريحة الزنخ، تستعمل هاي الطريقة، عن جد رح يصيروا ياكلوا الفروج. شايفين كيف الجلد الاصفر كلياته انشال هذا؟ يعني بتصير الفروجة بيضة، عن جد كتير كتير بتصير بتشهي. شوفوا انا هيك هون غسلتها منيح، شايفين مبين يعني. بعد ما غسلتها كلياتها راحت ريحة الزنخة، جلد الاصفر كلياته شلته من الفروجة. هلا بدي ورجيكم كيف كمان بدي تبلها. عن جد التبلة تطلع بتجنن وبتشهي. هون انا هيك عم ورجيكم كيف نظفتها، يعني شوفوا ما ضل لا فيها شعراية ولا ضل فيها يعني جلد اصفر. هذا الاصفر عن جد كيف بياكلوه ما بعرف اللي بيعيفوه هيك. هيك انا تبلتها. شوفوا شو حطيت للتبلة: معلقتين دبس فلفلة، معلقة دبس بندورة، وضفت لها هيك ورق غار مع التبلة، وحطيت بطاطات صغار وبصلات صغار كمان وجزر قسمته وليمونة كمان. وحطيت للتبلة صبايا والدبس بندورة ودبس فلفلة، بيقولوا له مية الفرنجي دبس البندورة. ايه صبايا، وكمون وكزبرة وفلفلة حمراء وملح وزيت زيتون ضفته انا. فيكم تضيفوا زيت نباتي بس انا اخترت زيت الزيتون بيطلع اطيب. شوفوا بتشهي صارت. وهون بغطيها بورق السلوفان منيح، شايفين كيف غطيتها ونقبت الفروجة كلها صبايا مشان تشرب التبلة. وهون هيك حطيتها بالفرن، عليتها على اعلى درجة على 240 عندي، عليت الدرجة وشغلت الفرن من فوق ومن تحت كمان. وتقريبا انا لازم حسب حجم الفروجة. فروجتي طلعت كيلوين وشوي، حطيتها تقريبا ساعتين ونص. يعني اذا فروجتكم كيلو ونص حطوها يعني بدي لكم قديش ساعة ونص هيك شي بتكفي. وهون انا هيك مثل ما ورجيتكم المطبخ، قلت بدي لميته. وبعدين هيك صارت الفروجة يعني. ان شاء الله بدي اعزل المطبخ وصور لكم فيديو عنه كمان. شوفوا بعد ما صارت الفروجة عن جد طلع ريحتها بتشهي، عن جد كتير كتير طيب. شوفوا عن جد شي ناهي ولا اروع من هيك. عن جد طلعوا اللي من كتر ما مستوية صبايا الجلد الفروج لزق كلياته بالسلوفان. هلا يعني انتوا لحالكم رح تشوفوا وتعرفوا. الخضرة انا وين حطيتها شفتوا بالفيديو، ما ارجعوا للفيديو وشوفوا الخضرة كانت كلها بقلب الفروجة. هون لزق جلد الفروج كلياته بالسلوفان. الخضرة كلها طلعت، بس طلع عن جد بتشهي، عن جد مهترية هري. شايفين كيف؟ وهون جبنا حمص وجبنا توم جنب الفروج، بيطلع شي كتير كتير طيب. عن جد جربوه، عن جد ما رح تتخلوا عنه.
تصيروا ما رح تشتروا فروج مشوي من برا طاول، عن جد طالعة كتير كتير منغنغة ومستوية وشي ناهي ولا أروع من هيك. شايفين كيف مهترية؟ عم ورجيكن اياها كيف مستوية عن جد، يعني الصدر قلبها كلياتها مستوية. يعني هاي تاني مرة بساويها انا واخواتي، عجبون كتير كتير عجبون، قالوا لي كل فترة بقى بتساوي لنا اياها. يعني من كتر ما عجبتهم بتحبي تاكليها كل يوم، والله من كتر ما طالعة طيبة كتير كتير وبتشهي. شايفين كيف كلها مهترية؟ يعني عم ورجيكن انا مشان تصدقوا. شوفوا عن جد دقتها، يعني هي الشقفة الصغيرة دقتها طلعت شي ناهي بتشهي. ايه والله، لانه مرة جبناها جاهزة سعرها كانت 175، والله ما يقد صدر، ما فيها عظم عظم. شلون الحمامة بتطلع هيك صغيرة وما فيها نقطتين لحمة، ما فيها ولا شي، يعني ما بتكفي شخص واحد. جبناها جاهزة وعلى الفاضي. إيه لا، جينا اشتريناها وسويناها بالبيت طلعت أطيب، وبتعرفي يعني انتي كيف نظفتيها وبتعرفي شو عم تاكلي، يعني عن جد شي نهي. وهون سويت جنب العيران، عن جد طلعوا كتير كتير طيبين وبيشهوا. وهيك صبايا بيكون خلصنا الفيديو للأخير.